مطعم اسمه شنو؟ مطعم شنو اسمه؟ صياغة الخير. صياغة الخير. نحن الليلة في جولة في مدينة الدوحة عاصمة العرب. ده مطعم صياغة الخير. الشارع اسمه شارع شنو؟ ياسين بن حمد. مطعم سوداني ومواصفات عالية. عندكم شنو يا أخي؟ في كوارع، كبدة، فول، فلافل، عدشة، سمك فراي، سمك شاري، سجوك البلد السوداني. نعم. عندنا برضه الضلع، أيام الجمعة عندنا الضلع، عندنا السلاد. سلاد. الشيء في نوعين، مطوى وفي سلاد. في سلاد. عندنا الكوارع، الفول، الفلافل، سمك الكتوة. ممتاز. عندنا البلد برضه عينية وتقلية بامية. كله موجود. ده طبعا للغداء مش؟ لا الغداء. الغداء. وبتشتغلوا شنو فطور نشتغل فطور وغداء وعشاء. فطور وغداء وعشاء. طيب في بتقدموا طلبات خارج المحل؟ في عندنا تطبيق كيتا، التطبيق بتاع طلبات وسلوك. ممتاز. طيب بتعملوا المناسبات برضه؟ إذا زول عنده مناسبات زواج الصحانة والكوكتيل كله بتعملوه؟ زي الصحن بتجهزوه بكم إذا؟ حسب الأصناف. حسب الأصناف. جماعات من 10 يمكن 13 13 ريال قطري صح؟ طيب برضه شايف عندكم حلويات. شنو عندكم؟ الباستا السودانية بالطعم النكهة السودانية. السمنة والحياة. طيب. احنا خاصة المطعم. طيب تاني عندكم شنو؟ بسبوسة. بسكويت. كعك. ايوه. الأصناف. العصاير البلدية برضه. طيب وشايف عندكم عصاير سودانية. عصاير عندنا الكركديه والعرقديه، برضه الكوكتيل عندنا التبلي. العرقديه والكركديه في التبلي. والتبلي. برضه دي شنو؟ دي حلويات منزلية. حلويات منزلية. دي حلويات منزلية. طيب ودي شنو؟ دي دكوة. دي الدكوة. ده العرقديه مو؟ ده الكركديه. وده؟ ده العرقديه. ده العرقديه. دي الحاجات الموجودة عندهم. وده توثيق بسيط ناخذ الصورة من داخل المطعم. السلام عليكم. ده هنا بيجهزوا كل الحلويات كل الحاجات اليومية. كلام جميل. المطعم ده له كم سنة تقريبا يا ابني؟ يعني جرب على السنتين. ها؟ جرب على السنتين. السنتين. في زباين من غير السودانيين بيجوا؟ يعني من العطرين، السوريين، المصريين. بيقولوا شنو الانطباع العام عنه؟ لا والله يعني بيجوا بتكيفوا. يزورونا مرة ثانية. بياكلوا أكتر شيء شنو؟ ياخذوا ده المحل تجهيزات. دي طعمية مش؟ دي طعمية كده ارفع شوية. ايوه دي الطعمية. بس نشوفها كده بس مجرد. ايوه دي طعمية حارة ما شاء الله. انت الشيف هنا ها؟ من وين؟ اسمه وحيد. ها؟ وحيد. من وين؟ بنغلاديش. بنغلاديش. اكل سوداني كيف؟ العرب كله كويس. اكل طيب؟ طيب والله. في ناس كثير يحبوا؟ ناس كثير ما شاء الله. بنغلاديش يحبوا؟ بنغلاديش ما يبطل. ها؟ بنغلاديش ما يبطل. ما يحبوا بنغلاديش. بنغلاديش يحب سبايس كثير. طيب ناس كثير يجي تاني يحب ايش ياكل؟ اكل في كوارع، في كبده، في كمونيا، في كل شيء موجود. كله حلو. كله حلو، السوداني اكل كله حلو. انت تعرف تطبخ كل انا حاجه؟ كله حاجه. ها؟ انا اعرف كله يعني. تعرف تعمل كفته؟ انا كفته كله. وتعرف تعمل كوارع؟ كوارع. ها؟ في باميه، ملوخيه، تقليه، كل شيء اعرف. انت اكلته اكل انا السودان؟ كله حلو؟ كله حلو. اكتر واحد كويس شنو؟ اكتر واحد في لجله. رجله. لجله في اكتر ثاني في باميه. رجله في حديد. ثاني في باميه. في باميه؟ ما في رقد. طيب تاني شنو؟ كوارع كيف؟ كوارع تمام. ها؟ كوارع شوربه على 100 بس. سمك كيف؟ سمك سعري كويس، سمك فرا كويس. كله كويس ان شاء الله.
الشطة كيف بتاع السودان؟ شطة يا حبيبي، ما في جدل. ها؟ شطة ما في جدل. ما في، ما يعمل مشكلة؟ لا. مين يعني؟ طيب عصير حلوي، عصير هذا السوداني. عصير سوداني شيء عصير أنا. ايش هذا انت هذا تحب؟ عردب. يحب عردب؟ أنا عردب كركديه كونجليس. لا أنا كله يحبه. اسمك كريم مين؟ اسمك منو؟ أنا وحيد. وحيد. شكرا يا وحيد، على السلامة. دي الطعمية يا جماعة، وده جزء من الحاجات اللي بيعملوها هنا في المطعم، ودي دعوة صادقة إنه الناس شايف ده الفول. أيوة، تاني عندك شنو هناك؟ ده الفول. في سلطة. السلات ده احنا بتاع السلات، دي اللحمة بتاعت السلات. أيوة، وده هنا المحل بتاعه، ده هنا الفول، وده هنا الطعمية لعشاق الطعمية. كل حاجة موجود ما شاء الله. شكرا يا وحيد، شكرا لكم يا شباب. يعني لكم توثيق بسيط كده ان شاء الله يليق بمعاكم. اسمك كريم منو؟ انا احمد عادل. احمد عادل. شغال شنو وظيفتك في المحل؟ انا شغال كاشير. كاشير ويتر. الله يديكم الصحة والعافية. كيف المحل، الزباين لا ما شاء الله تبارك الله، حتى زبايننا يعني اغلبهم سودانيين ولسه الروح الطيبة موجودة. طيب. والسودان ان شاء الله ربنا زي ما بيقولوا يقوموا من عثرته دي، وان شاء الله باذن الله يقوموا احسن من اول. غير السودانيين منو اللي بيجوكم اكثر؟ عندنا كذا فئة، عندنا جزائريين بيجوا، عندنا مصريين بيجوا، قطريين برضه متوفرين بكميات ما شاء الله تبارك الله، والحمد لله رب. طيب الازدحام بيكون يوم شنو تقريبا؟ احنا الازدحام بتاعنا يوم الخميس يعني طوال الاسبوع باعتباره. ايوه، لكن اكثر الزياده يوم الخميس، الجمعه، يوم الويكند. نعم. عرفتها بيكون ما شاء الله تبارك الله، حتى الواحد ما بيكون زي ما بيقولوا قادر يوفر. طيب حسب شغلك الاجانب بيحبوا شنو؟ الاجانب اكثر الاجانب يعني الكوارع بتاعتنا دي بيميلوا لك شديد. عندنا المشويات بتاعتنا برضو، المشويات الحية طعمها حلو، بهاراتها كويسه، من اللقاشيه بطريقه ما طبيعيه. حتى اللقاشيه بتاع الدجاج ولا اللحم بتاع الدجاج؟ بتاع الدجاج اكثر حاجه يعني هم بيحبذوه بيريدوا. يعني نحن في الاول هم بيجوا ما عارفين طبعا عننا، بنديهم فكره بسيطه عن المكونات شنو. هو اهم شيء يعرف المكونات عشان ما تلخبط معاه. ايوه، بنوريه المكونات، بقول لنا طيب ادونا من الحاجه الفلانيه. ما شاء الله تبارك الله بيجي مره ثاني طوال يا هو، وبيجي عارف طلبه. نعم. طيب شايف في قسم للعوائل، هل الاجانب اللي بيجوا برضه مرات بيجوا معاهم اولادهم؟ أيوة. او نساء او كذا؟ يعني معناته بقى المطعم الاجانب ما بالضروره يكون رجال بس، نساء ممكن. ايوه، حتى بزياتهم بيجوا ما شاء الله تبارك الله، وحتى الاصناف بيجوا يعني في الاول تعبنا شويه عشان نوريهم ده شنو. ثاني بيجوا دارين قاشي. نعم. طبعا على حسب اللهجه بتطلع كلمه قاشي، تطلع بالجيم، تطلع بالقاف، لكن هو خلاص انتوا فهمتون. ايوه خلاص 100%. نعم. حتى زي ما بيقولوا حتى في الاجانب، ما الاجانب العرب بس، غيرهم في الاسيويين بيجوا عارفوا اكلاتنا ونكهاتها. الكوارع دي بيجوا طوال، انا داير كوارع، تفضل اطلع انا اجيب لك الكوارع. يعني الحمد لله رب العالمين، واحده دايرين زي ما بيقولوا نوصل صوره سمحه عن السودان. نعم. والحياه المعروفه عندنا تطلع برا للسودانيين. صح. وغير السودانيين الاجانب، والحمد لله رب العالمين، وربنا ان شاء الله. والمطعم ما شاء الله له عمره 2 او ازيد، بقى معروف. الفرع بتاعنا ده له 2 وشويه. عندنا فرع اول في الريان برضه معروف. ده ايضا له اكثر من 5 سنين السنين. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يوسع ويبارك ويدي اخونا فخري جواري الصحه والعافيه. ونحن جينا والله سجلنا وقصدنا انه نعرف السودانيين في اي مكان عن المطاعم الراقيه السودانيه، بتقدم خدمه للسودانيين ولغيرهم. وبقت المأكولات والحياة السودانية بقت كل الأجناس بتتزوجها وبتتكيف منها شديد. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله من هنا زي ما بيقولوا ربنا يقوم السودان على خير بإذن الله، وهو حيقوم إن شاء الله عاجلا أم آجلا بإذن الواحد الأحد. أبقوا قويين، أبقوا مع بعض، وإن شاء الله كله يبقى زين. نشكرك. اسمك كريم منو ثاني؟ أحمد عادل. أحمد عادل، شكرا جزيلا. يعطيكم العافية. بارك الله فيك. وشرفتونا، وإن شاء الله مستنيين حضوركم ثاني بإذن الله. إن شاء الله. جزاكم الله ألف خير. معي أنا طبعا الحلقة دي أخونا
حسن حسكو شهير بحسكو الجناح الطاير في والمدني الجمال نادي المريخ ونادي الثوار. الليله يا حسكو جبتنا المكان الجميل ده وانت رجل زواق، رايك شنو يا اخي في المكان ده؟ والله المكان اصلا يحتاج زي ما بيقولوا شهادتنا فيه بيقولوا مجروحه. المكان ما شاء الله تبارك الله كل الاسواق فيه كل الاطعمه متوفره زي ما سرد اخونا احمد الطعام جميل. وانت فعلا برضه كمان بتكون شهود لانه زي ما بيقولوا اتذوقت منه. نعم. فالحمد لله ما في كلام يعني ما شاء الله تبارك الله، ما في اي كلام حقيقه يعني مش عشان فخري ولا عشان احمد ولا عشان مدني ولا عشان مدني. نعم. المطعم بيستحق الزياره لانه بيقدم خدمات طيبه وجميله. نعم نعم. نشكرك يا كابتن حسكو وان شاء الله نلتقي في ساعه خير. الله يعافيك. شكرا لك انت. الله يبارك فيك. تسلم كثير.